السلام عليكم. اليوم جيت نحضر معكم هاد العجينة الصابلي اللي تصلح بوغ لي طارتولات سكري. ان شاء الله غادي نشارك معكم لا فارس لي كريم اللي غادي نديرهم معاها ولا ديكوراسيون اللي غادي نديرها. انا هادو هما التحضيرات اللي نحضر لرمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. وهنايا نحس بيهم هادو كي نوجدهم هما اللي يربحوني شويه نتاع الوقت. انا نخدمهم ونديرهم دون جين بواط دو بلاستيك، واللي عندها المجمد ديرهم فيه، واللي يكون عندها جهه بارده تخليهم غير تما ما عليهم والو. نبداو هنايا في المقادير نتاع العجينه. عندي 250 غرام نتاع الزبده اللي قطعتها قطع صغيره باش كي نخدمها ما تعذبنيش. عندي كاس ناقص صبع نتاع السكر كلاصي. عندي ربع كاس نتاع الزيت. عندي 2 بيضات كاملين. وعندي معلقه صغيره نتاع الملح، معلقه صغيره نتاع خميره الحلويات، ومعلقه صغيره نتاع لافاني. وعندي 500 غرام نتاع الفارينه. انا هنا وزنتها، بصح نتوما تبقاو تزيدوا فيها على دفوات. تقدر تدخل لكم 500 او اقل او اكثر، سا ديبون النوعيه نتاع الفارينه. نبدا هنا ندير هذيك الزبده، نحط عليها هذاك السكر كلاصي، ونحط عليه هذاك الربع كاس نتاع الزيت، ونحاول نخدمهم هكا بين يديا. هنايا تقدروا تستعملوا الباتور، واللي ما تستعملش الباتور دير كيما اللي درت انا. من بعد ما دخلت هذوك المكونات نزيد عليهم داك 2 بيضات، ونحاول ندخل مليح داك البيض حتى نتحصلوا على اون بوماد. ومن بعد نزيدوا عليها الملح والسكر الفانيلا وخميرة الحلويات والفارينة. نبقاو نزيدو فيها على دفوعات. والعجينة ما هاد الخليط ما نعجنوهش، غير نلموه. عجينة الصابلي ما تنعجنش، وخصنا نتحصلوا على عجينة متماسكة ما تلاصقش في اليدين وطرية. شوفوا كيفاش راها. انا هنا دخلت لي 500 غرام تاع الفارينة. نجيب انا بابي فيلم نلفها فيه ونديرها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. هنايا من بعد ما ارتحت لي العجينة 30 دقيقة جبتها. انا عندي هاد لي مول المدورين هما اللي راني غاديه نخدم بهم، وكل وحده دير لي مول اللي عندها. واني غاديه نخدم بهاد المول اللي يجي هكا مثلث. هنايا جبت كيس بلاستيكي وجدته، وجبت العجينه اللي راني غاديه نحلها ونقطعها على 3 قطع. والقطعه اللي نخدم بها راني نخدم بها وزوج اخرين نعاود نلفوهم في البابي فيلم باش ما يدخلهمش الهواء. درتهم بين هذيك الكيس البلاستيكي، وجبت الحلال وبقيت نحل في العجينه اللي خاصنا نتحصلوا على سمك يكون رقيق شويه كما راني غادي نوريه لكم. خاص ابوبخي يكون هكا حل 1 سنتيمتر ابوبخي. ومن بعد نجي ندير البنات اللي تفرجوا فيا في الفيديو السابق نتاع المملحات. انا هذه هي الطريقه نتاعي اللي نخدم بهاد لي مول، صوف هذاك المثلث اللي عنده المول تاعو كي شريتهم جا فيه اللي باش نرشم في لاباط باش يجيني قدو. من بعد نحاول نبقى نضغط بالصبعه نتاعي في الحواف من الداخل هكا نتفاداو العجينه كي طيب ما تهوتش. والزائد نحيه بالخدمي احسن ما تنحيوه غير هكا بيديكم، يجي بلوس بروفيسيونيل وتجي خدمه نقيه. انا درت كامل داك الكميه اللي عندي. ومن بعد جبت ندير هذاك لو مول المثلث. هذا هو الطابع اللي جا معاهم. وبالنسبه اللي تحس كي تكون تخدم في لاباط كي دير تشكل بصباحه وصباحها بقاو يلصقوا لها، تقدر تستعين بالفارينه. هنايا كي رشمت نحيت جبت داك المول المثلث درتو فيه لداخل. واول حاجه نبداو هي نعفصو من الداخل
هكا لتحت في الجوانب كامل الحواف، هكا ندور عليهم حتى تقبط الشكل ديالها. والجنب اللي يكون خاصو اكزومبل حلبات نقدروا نخلفوها نزيدوا له، والزائد نحيوه بالخدمه. وهنايا كي خدمت كامل الكميه اللي عندي نعاودو ندخلوهم للمجمد لمده 15 حتى ل 20 دقيقه. صراحه هاد العمليه مفيده باش نتفاداو العجينه ما تهودش. وانا جربت درت وحدين حزوج حبات هكا ما حشيتهمش في الكونجيلاتور، والله غير هودوا، والاخرين تاع الكونجيلاتور قعدوا ميتين مع الحواف. يعني غير تبعوا هاد النصيحه وديروها وما تندموش عليها. ها هي دانا كي كملتها، وهاد الزوائد كامل اللي بقاو نحطهم نعاود نخدم بهم. شوفوها كيفاش جات. وانا هنايا غادي نحطها في الصينيه اللي نكون دايره فيها ان بابي كويسون، خاطر كنديروها ديريكتومون فوق هاد الصينيه وتدخلوها للمجمد تلصق لكم مع الصينيه. بصح مع هاد بابي كويسون ما يلصقش، يتنحى فاسيلمون اللي تقدروا طيبوه به. انا ما طيبتش به خاطر عندي البلان تاع الفور ما يلصقش. نتوما الا تحسوا براسكم بلي عندكم البلا يلصق خليوه سوغ داك لو بابي كويسون. انا من بعد ما دخلت من المجمد كي خرجتهم كنت دايره الفور يسخن، دخلتهم طيبتهم. هما هادوك الشكل المثلث وهذا المدور. شوفوا هذه هي الكميه اللي قطعت لي. صراحه وصفه ناجحه، نتمنى انكم تجربوها. وما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير والبارطاج. مع السلامه.